ديل اكس بي اس 9 315. طبعا عشان تصور لاب مش عادي لازم يكون المكان مش عادي، وعشان كده المكان المره دي يسهل قوي مع الجهاز اللي هوريه لكم. اول مره الجهاز تلاقيه بالكرتونه، جهاز تابلت ديل اكس بي اس 9 315، جهاز جاي جديد، كل التفاصيل بتاعت كل حاجه، الورقه وكل الكتابات بتاعته، كمان الشياكه، كمان حتى الباكت اللي ديل عاملاها باللون الاسود رهيبه. تعالى اكلمك كده سريعا واوريك اول ما نفتح الجهاز هتلاقي ايه. تلاقي تحفه ما تكررش كتير، تفاصيل فنيه كل حاجه فيها، من اول البادي والبيلد كواليتي وحتى اللون المميز اللي ممكن يظهر معانا دلوقتي، لون روعه. جهاز جاي جديد، جهاز تقدر تعمل عليه لاب وتابلت في نفس الوقت. جهاز ديل اكس بي اس 910، معالج الكور اي 7 الايفو، زي ما انت شايف تدرج الالوان عامل ازاي بسبب الالومنيوم اللي موجود في كل تفاصيل الجهاز، وحتى كمان الانتنات اللي موجوده مع تشغيل الشريحه والصوت. كل التفاصيل دي كلها مجرد ما هتفتح الشاشه هتلاقي تحفه تانية مميزه. جهاز تفاصيله الكيبورد ديتاتشبل، وكل التفاصيل دي كلها موجوده هنا. بس اول ما بتفتح الجهاز انت مش محتاج كذا اوبشن، مجرد بس معاك سواء البصمه او حتى الفيس اي دي، مجرد ما هيعمل كده وهيشوف الاي ار سنسور الجهاز فتح معاك. طبعا جوده الشاشه مش هكلمك عليها كتير، جهاز زي ما انت شايف تفاصيله الفنيه كلها، شاشه فريمليس بالكامل، الوانه مميزه، جهاز تقدر تتحرك في اي مكان. حتى كمان ظهر الجهاز مجرد ما هتعمل كده اصبح معاك تابلت في نفس الوقت. كل تفاصيل عايزك بس تقرب اكتر على التايب سي ستاندرد بول فور تقدر توصله على كل التفاصيل اللي كلمتك عليها قبل كده. كاميرا اماميه وخلفيه مميزه جدا، شايف هنا الكاميرا عامله ازاي وجودتها عامله ازاي. حتى كمان الكاميرا الاماميه مميزه جدا، تقدر تعمل عليه زوم ميتنج وكل اللي انت محتاجه. عشان كده الجهاز ده احنا لاول مره بنوفره لك في منتج ستور في مصر. لو انت حجزت من دلوقتي هتقدر تاخد سعر مميز جدا مش هتاخده لما الجهاز يوصل. فعشان كده هنسيب لكم ارقامنا كومنتات، وهنسيب لكم كل التفاصيل عشان حاجه الجهاز ده هيبقى مهم جدا لان القطع محدوده. جهاز جديد زيرو ديل اكس بي اس 9 315. بس خليني اقول لك مواصفات سريعا: كور اي 7 الجيل ال 12 ورامات 16، وكمان متوفر منه مساحات 12 و1 تيرا. كل ده واكتر هتلاقوه في منتج ستور.